يا هلا بالحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، يا رب تكونوا بخير. جايه لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا بقى، فيديو النهارده ده بقى مميز ليه؟ لاني الصبح بقى اول ما صحيت كده قلت ان انا هسجل الفيديو. فبفتح التليفون وكده، فلقيت اليوتيوب باعت لي ان انا بقيت 100 مشترك. يعني بيهنيني ان انا بقيت 100 مشترك. حد هيقول لي ال 100 مشترك دي حاجه قليله، بس بجد بالنسبه لي ال 100 مشترك حاجه كبيره. علشان ال 100 مشترك ده داخل بكامل ارادته، انا ما عملتش تبادل مع حد او الكلام ده كله. لا، كل واحد بيخش على الفيديو يعجبه فبيشترك لي، فانا بجد فرحانه قوي بيكم وربنا يخليكم. ومبسوطه يعني بال 100 مشترك. فالمهم بقى الفيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض رز بلبن. وهنعمل كده، نظبط حاجات كده في المطبخ. المهم يعني عايزاكي تقومي تشجعي كده وتعملي ايه حاجتك. اول حاجه عملتها ان انا كنت نقع الرز في ميه ولبن بخيره. بسيبه منقوع كده مثلا زي 5 6 ساعات كده. يعني مثلا اول ما تصحي من النوم تسيبي الرز منقوع وتخلصي الشقه والحاجه اللي وراكي. وبعد كده ايه، تسيبيه يعني يتنقع علشان منقوع الرز ده لما يتنقعي. ده حاجة حلوة في ان انتي الرز بلبن بتاعك ينجح. المهم سيبته بقى منقوع شوية، وبعد كده جبت حلة بقى ونزلت فيها الرز بحبة لبن بخير وبرده بمية. هخلي الرز يغلي في مية بلبن، مش هخليه يغلي بلبن ايه، مش هحط فيه اللبن يعني بتاع الرز. لا، خليته يغلي في ميه بلبن. المهم بقى وسيبته بقى كده على النار، وقلت بقى عقبال ما يغلي ابتدي بقى ايه، اخلص المطبخ. كنت اليوم ده نزلنا نجيب طلبات وكده، فكانت الدنيا عندي مبهدله شويه، فرحت قلت ايه، اخلص برضو المطبخ والحاجه اللي ورايا. لميت بقى ايه لميت المواعين اللي انا كنت غسلها قبلها بيوم. تمام. وكان في بقى حاجات كده برضو ابتديت المها يعني عشان تترمي. وقلت ايه اخلص برضو الرخام. مسكت برضو الرخام مسحته علشان خاطر ايه الرخام يبقى نظيف، لان ايه دلوقتي انا كنت اصلا جايه متاخره وكنت جايه مستعجله. تاني يوم كان عندي شغل وما كانش هينفع ان انا اخلي الرز برضو يقعد يبات لفتره طويله كده، مع اننا في شتا وكل حاجه. بس كنت عايزه اخلص بقى من رز علشان خاطر ايه، طبعا اختي كريم كانت موجوده وكده، فكنت برضو عايزه انزله لهم يعني. طبعا يا جماعه، يعني لما تبقى اخت جوزك موجوده وحماتك وكده تحتيكي، نحاول ان احنا على قد ما نقدر ننزل اي حاجه لو بسيطه. انا والله على قد ما بقدر بنزل، يعني مش هقول لكم طبعا بنزل كل يوم، لا. لو انا عامله اي حاجه بنزلها. تمام. المهم بقى كده رحت قلت بقى ايه عشان الحق برضو، انا برضو اليوم ده كان اجازه كريم وكنا برضو خارجين يعني عملنا حاجات بره وكده. فما كانش وجايه متاخر. فعايزه الحق ان انا اخلص اللي ورايا عشان برضو الحق انام، عشان خاطر برضو الشغل زي ما قلت لكم. المهم كده قلت برضو وانا الرز بيغلي. تمام. اخلص برضو المواعين عشان ما يبقاش في مواعين في المطبخ، وهرجع اصلا تاني يوم هبقى راجعه من الشغل، هبقى برضو تعبانه عايزه اريح شويه. اختي كريم عايزه اختي كريم عايزه انزل اقعد معاها، ما قعدتش معاها طبعا اليوم اللي هو يوم اجازه كريم ده، ما قعدتش معاها لاني برضو كنت جايه من الشغل وكان في حاجات في البيت وكده. فما لحقتش برضو ان انا اقعد معاها، دوك سلبت عليها وطلعت برضو. تمام. فقلت برضه اخلص اللي ورايا كده بالليل. عايزه اقول لكم ان الوقت ده كان الساعه 12 وانا اصلا بصحى لشغلي الساعه 6. فبصوا كان الوقت بيجري مني بسرعه. فقلت قلت بقى خلاص مش مشكله، اهم حاجه بس اخلص اللي ورايا. عارفين بقى لما انا خلصت ونمت، كاني هم والزحمه على قلبي والله. ونمت مرتاحه. وصحيت انا اللي صحيت قبل كمان، قبل ما يعني قبل ميعادي. صحيت يعني الساعه 5 قبل ميعادي. انتوا فاهمين؟ صحيت برضو صليت كده، واللي هو كان يوم يعني اليوم فيه هدوء، لان انا مخلصه اللي وراها، مخلصه اللي ورايا. فكره ان انت تخلصي اللي وراكي دي حاجه حلوه يعني. حاولي تخلصي اللي وراكي. ما تخليش، انا عارفه ان احنا بنتعب والله العظيم. انا عارفه في ناس تقولك بتتعبي في ايه ومش عارفه ايه، ده انت يعني ما عندكيش عيال كتير ومش عارفه ايه والكلام ده. والله عادي، حتى لو انا ما عنديش عيال خالص. كل واحد بيتعب في حياته. كل واحد، اي حد بيعمل الحاجه اللي هو يعني، اي حد بيعمل حاجة في حياته هو بيتعب فيها. احنا يعني مخلوقين عشان خاطر نشتغل ونتعب. حتى لو انت مش بتشتغلي فشغلك في بيتك ده برضو عبادة، ربنا هو اللي قال كده. انت برضو في عبادة يعني بتشقي وبتتعبي، بتعملي حاجتك. مش احنا بنيجي علينا اوقات برضو بنبقى تعبانين في بيتنا،
بتبقي تعبانه مش قادره تقومي تعملي حاجتك، بس انتي برضو بتعمليها. المهم بقى كده انا كنت خلصت المواعين ورحت قلت ايه بقى، كنت طبعا ده لبن كنت غاليه معاكم في فيديو قبل كده، فقلت هطلع منه القشطه، مرضتش احط القشطه يعني مع اللبن وهي هتغلي وكده، فقلت لا طلعي منه القشطه، حطيتها على جنب علشان خاطر لما بقى احط احط يعني الرز في الاطباق، هحط على في كل طبق حته قشطه. المهم برضو كملت اللبن هنا، يعني حطيت لبن بلدي وكملته بلبن بخير، وحطيت السكر وسبته بقى ايه يغلي على النار. طبعا زي ما انا قلت لكم احنا كنا جايين من بره وكنا بقى عايزين برضو ايه نتعشى. المهم كمان احنا اليوم ده كان تاني يوم صباح اليوم الاثنين، فكنا اصلا هنصوم، فقلت خلاص بقى مش مشكله، ما كنت يعني البرجر برضو مش مشكله، انا هحط معاه كابوتشا علشان خاطر ايه برضو يبقى ما يحميش يعني على صدرك او كده، وبيبقى بيوديه في حته تانية. المهم زي ما انتم شايفين قلت برضو طول يعني وانا واقفه كده مش عايزه ايه الوقت برضو يضيع مني، هحط كل الاكل على يعني على البوتاجاز. حطيت برضو كده جبت الجريل وحطيت عليه البرجر علشان خاطر ايه يلحق يستوي، والبرجر بيستوي قلت هقطع البطاطس اعمل برضو ايه طبق بطاطس جنب الاكل. بصوا اليوم ده كان صعب ليه، علشان خاطر عملت فيه كذا حاجة، فاهمين؟ نزلت وكان في رحت برضو لواحدة صاحبتي عملت كذا حاجة يعني. ف فاليوم كان عامل معايا يعني كان في كذا حاجة. المهم بقى كده ابتديت اقطع البطاطس تمام، وهحط الزيت برضو ايه على النار. بصوا بقى انا يعني حاطه الغطا بتاع الحله، حطاه كده اللي هو ايه مش قافله بيه الحله، علشان لو قفلتي بيه الحله اللبن ده كله هيفور تمام، وهيبهدل البوتاجاز وهينزل. فحاولي ان انتي إيه تسيبي الغطا يعني ايه طالع شويه، ما تخلوش قافله بيه الحله على طول. المهم هنا برضو حطيت بقى الطاسه تمام، هستنى الزيت بقى يسخن كويس عشان ينزل فيه البطاطس. يفضل البطاطس تنزل في زيت سخن جامد جدا، يبقى سخن قوي علشان خاطر آه البطاطس ما تشربش الزيت. بصوا برضو البرجر بقى خد اللون بتاعنا الحلو وقلبته تمام، وهنا برضو حطيت الرز في نار هاديه. دقت بقى الرز لقيته عايز سكر تاني، رحت حطيت له برضو سكر. هنا بقى غلطة انا عملتها، بس ايه هي يعني ما اذتنيش، بس اذتني في ايه، في ان انا قعدت اقلب كتير. هنا حطيت النشا بالكيس كده عادي، فانتي لا النشا بتاعتك قلبيها بحبة مية او حبة لبن عندك تمام، يعني قلبيها الاول هتبقى اسهل معاكي، مش هتفضلي تقعدي تقلبي التقليب بتاعي الكتير ده، فاهمين؟ فانتي لا قلبيها اول بره وبعد كده ايه حطيها، يعني حطيها وهي سايله هتبقى احسن. لكن لو انت عملتي زي برضو يعني مش مشكله برضو هتقلبيها هتخلص معاكي. بصوا بقى حطيت بقى انا بحط ايه بقى، بيخلي الرز بلبن بتاعي في حته تانية، وهو بيغلي كده بحط حته سمنه بلدي. يا جماعه جربوها بجد، الرز بتاعك هيبقى، بصوا كل الناس بتسالك الرز بتاعك ده جاي من، انا والله لما نزلت الرز الاولاد يعني قالوا لي ايه ده هو الرز باللبن ده جاي من بره، افتكروا ان هو من بره من حلاوته يعني. هنا بقى كنت شغاله بدقوق، ولازم تدوقي الرز عشان تعرفي سكره حلو ولا لا. وحطيت بقى لازم تحطي فيه فانيليا، انا حطيت برضو فيه فانيليا. وكده كان الرز برضو خلص، فقلت ايه خلاص برضو عايز بس يستوي شويه. كان الرز بقى معايا خلص، جبت بقى كل الاطباق تمام علشان خاطر ايه يعني احط فيها الرز. وهنا قلت برضو الاطباق البلاستيك دي علشان خاطر عندنا كنده طبعا صغيره، وعندنا بنت اخت كريم برضو ايه صغيره. كان في كام طبق كده يعني عايزين يتغسلوا مطرح مكانهم، يعني ايه كانوا هم اصلا سايباهم بقالي فتره يعني ما بستخدمش الاطباق دي، فبرضه خدتهم غسلتهم. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين انا ايدي في كذا حاجه، طبيعي ان انتي وانتي واقفه في المطبخ تبقى ايدك في كذا حاجه، وده احسن حاجه ان انتي ايدك تبقى في كذا حاجه، ما تبقيش ايه يعني مركزه مع الرز بلبن بس، لا احنا كده الوقت هيبقى كتير مننا ومش هنخلص. لا لازم تحطي الرز بلبن وتحطي العشاء وتحطي كل حاجه في النار وتعملي كل حاجه مع بعض. هنا بقى طلعت البطاطس وحطيتها على جنب، بصوا متحمره جميله ازاي، وكنت مطلعه معاها برضو ايه البرجر، حطيتهم برضو على جنب، وقلت ايه احط الرز يعني احط الرز في الاطباق، وبعد كده ابتدي اعمل السندوتشات.
المهم بقى لو انتي وصلتي معايا لحياة النقطة دي، لو انتي لسه مشتركتيش في القناة اشتركي في القناة. نفسي بقى عيلتي كده تكبر بيكو، ونفسي قناتي تكبر حقيقي يعني. بحاول ان انا انزل لكم كل مفيد عشان يفيدكم. وعايزاكم برضو في الكومنتات تقولولي ايه الفيديوهات اللي انتوا حابين ان انا انزلها لكم. بصوا هو الرز بقى تقيل وحلو ازاي. هنا بقى بقولك حطي لايك بقى، حطي لايك. شايفين بقى منظر الرز عامل ازاي؟ المهم بقى برضو اتبقى كمية رز كده، فرحت قلت ايه اجربها. بصراحة ما جربتش قبل كده ان انا اعمل رز في طاجن. كان اختي بقى هي اللي بتجربه وماما صراحة، بس رحت انا قلت ايه بيشكروا فيه، فقلت خلاص انا برضو ايه هجربه. المهم كده رحت حطيت برضو، قلت حطيت حبة رز اهو كده في الطاجن، وهحط عليهم بقى ايه معلقة سمنة بلدي علشان خاطر الوش بتاعها يتحمر، فاهمين؟ وهحط قشطة برضو. بص انا حطيت القشطه كده، يعني حطيت حبه من القشطه علشان خاطر تحمر بس الوش. قلت اول عملت ايه بقى، اول ما طلعت من النار رحت برضو كملتها بالقشطه عشان برضو القشطه تبقى ايه موجوده عليها، النار ما تحرقهاش، فاهمين؟ وحطيتها كده في الفرن. بعد بقى ما خلصت جبت بقى ايه، جبت بقى البرجر هبتدي بقى اقطعه، لاني كنت جايبه فينو مش كايزر. ابتديت بقى كده اقطعه شرايح علشان احطه في الفينو. جبت برضو كابوتشا، كنت جايبه كابوتشا اصلا، يعني احنا بعد ما خلصنا رحنا برضو السوق جبنا ايه حاجتنا، فقطعت بقى ايه الكابوتشا دي. بس بقطعها ازاي، وبشيل بقيتها وبحطها في التلاجة. بتنفعني في اي حاجه بقى، هعمل بيض بطاطس بحط جنبها جنب الاكل. آه هقطعها في السلطه لو عملت سلطه او كده. غسلت بقى كده الكابوتشا وحطيتها ونزلت بقى عشان اجيب صينيه. وهبتدي برضو ايه، بصوا انا بحب الفينو، بحب اقصه قوي المقص، ما بعرفش اقصه، يعني ما بعرفش افتح الفينو بالسكينه. يعني في ناس بيفتحوا بالسكينه وبيقولوا لي افتحي بالسكينه، بس انا مش بعرف. جربت فعلا ان انا افتحه بالسكينه، لقيته بيتبهدل مني خالص. زي ما انتوا بقى شايفين كده ابتديت اجيب الكابوتشا، بقيت اقصها كده بقى واروح ايه حطها في الفينو زي ما انتوا شايفين، واحط عليها البرجر. والله يا جماعه طعمه تحفه، لازم تجربوه لاولادكم، هيبقى مفيد جدا ليهم. اه انا عارفه ان البرجر مش مفيد، بالذات ان انا البرجر ده انا جايباه من بره، بس انتي ممكن تعمليه في البيت، وهنجربه مع بعض ان احنا نعمله في البيت ونشوفه بقى هيطلع ايه يعني وانا هقول لكم هو طلع مني حلو ولا لا. انا صريحه جدا في الحاجات دي، انا اعتبروني زيكم مبتدئه لسه، ما بعرفش اعمل اي حاجه. انا مش خارجه اقول لكم الله انا الواو الهايله اللي في المطبخ، لا. انا بعمل على قد يعني، الحاجه اللي انا بعرف اعملها بطلع اوريها لكم انا بعملها ازاي. بس فان شاء الله لما اعمله واجربه هقول لكم هو حلو ولا لا. عايزه اجربه، يعني اللي هو بيتعمل باللحمه المفرومه والبرغل والحاجات دي. زي ما انتوا شايفين بقى كده ابتديت بقى اقفل سندوتشاتي علشان خاطر ايه. وعارفين انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان الوقت جري مني اليوم ده جري، بس مش مشكله. قلت بقى ايه اعمل، كان البرجر برضو خلص معايا، رحت قلت خلاص هكمله. آه هكمله جبنه رومي. تمام. زي بقى ما انتوا شايفين، قلت بقى اروح اجيب بقى جزرايه احطها جنب الكابوتشا علشان خاطر ايه يبقى برضو لو كنت حابه تاكل جزر او كده يبقى برضو في جنب الاكل في حاجه مفيده يعني. كابوتشا مفيده والجزر برضو مفيد ليها. قطعت برضو قطه معاكم، بس كان ايه ما عرفتش يعني اجيبها في الفيديو. يعني بعد واحنا قاعدين على الاكل طلعت قطايه ورحت برضو قطعتها، لان القوطه في البرجر بتبقى حلوه قوي. وانتي بتاكلي برجر كده بحط معاها قوطه بتبقى طعمها حلو، برضو جربوها. المهم هنا برضو رحت جبت بقى، انا عندي الكاتشب وعندي كده بيبقى ايه جيركن يعني كده، او بيبقى جايب بجيب الكاتشب اللي هو الجردل الكبير بتاع الكاتشب ده.
فبرضو حطيت برضو في ازازه الكاتشب الصغيره دي، وحطيت البطاطس كده وكان بقى كان طعمه حلو. وهنا بقى الرز بلبن طلع من الفرن، بصوا شكله عامل ازاي. المهم فيديو النهارده خلص، استنوني فيديو جديد، باي باي.